شاب كان ماشي في الشارع وفجأة ظهر كلب من جنب عمارة. الكلب شكله هادي بس الشاب اتوتر شوية وحاول يجري، وفجأة الكلب هجم عليه وعضه في رجله. الناس ابتدت تتجمع وكل واحد كان بفكرة شكل. واحد قال اغسلها بمية وملح، حد تاني قال انت اكيد محتاج حقنة سعار، والأسوأ ان الشاب نفسه ما كانش عارف يعمل ايه. وهل الموضوع بسيط ولا في حاجات لو ما عملهاش فورا ممكن حياته تكون في خطر؟ فعشان كده لازم نعرف مع بعض تعمل ايه لو عضك كلب. اول حاجة اغسل الجرح فورا وما تستهونش. اكتر غلطة ناس كتير بتعملها بعد عضة كلب انه ما يهتمش ويقول مش مشكله دي عضه بسيطه، ما نزلتش حتى دم، ممكن يستخدم قطنه مبلوله ويمسحها وخلاص. لكن الحقيقه حتى العضه البسيطه ممكن تكون خطيره جدا، لان اول خطوه في مواجهه فيروس السعار هي انك تمنع دخوله جسمك من الاساس. السعار بينتقل من لعاب الكلب، مش شرط يكون الدم بينزف، ومجرد الجلد ما يتجرح او يتخدش ده كفايه لنقل العدوى. افتح حنفيه الميه على الجرح لمده 5 ل 10 دقائق، استخدم صابون قوي او مطهر زي البتادين او الكحول، اغسل حوالين الجرح بلطف لكن بتركيز. لو في نزيف بسيط سيبه ينزل شويه، دي وسيله الجسم للتخلص من الفيروس. بعد الغسيل غطي الجرح بقطعه قماش نظيفه لحد ما توصل للدكتور او الطوارئ. الغسيل ده مش رفاهيه، ده اول واهم خطوه ممكن تنقذك من خطر حقيقي. تخيل ان الغسيل ده ممكن يكون الفرق بين عضه تعدي وعدوى ما تتعالجش تسبب لا قدر الله الوفاه. تاني حاجه ما تعتمدش على رايك، روح للطبيب فورا. ناس كتير بعد ما تتعض بتقول ما هو الجرح بسيط وانا غسلته خلاص، او الكلب شكله نظيف يبقى اكيد مفيش حاجه. بس الحقيقه انت مش في موقف تغامر فيه، ولو حتى العضه خفيفه هتفضل خطيره لحد ما يثبت العكس. طب ليه لازم تروح للدكتور فورا؟ لان الطبيب هو الوحيد اللي يقدر يحدد هل انت محتاج تطعيم ضد السعار، محتاج حقنه تيتانوس، في خطر عدوى بكتيريه، محتاج مضاد حيوي، محتاج متابعه يوم بيوم. على فكره السعار مرض قاتل لو ما اتعالجش من البدايه، ومش بيبان في الاول على فكره، لكن لما تظهر الاعراض بتكون الامور خلاص خرجت عن السيطره. فالطبيب بيعمل ايه غالبا؟ بيقيم نوع العضه، سطحيه، عميقه، مفتوحه، بيسالك عن الكلب، نوعه وشكله، متربي في مكان معروف ولا كلب شوارع، متطعم ولا لا. بيبدا معاك بروتوكول التطعيم لو في اي شك في الكلب، وبيكتب لك الادويه اللازمه حسب حالتك. لازم كمان تبلغ المركز المختص او المستشفى لو الكلب كلب شوارع، لان ممكن يبقى عض حد غيرك ولازم يتابعوا حالته او يمسكوه لو في خطر على غيرك. تالت حاجه لو الكلب معروف او من بيت ما تضمنوش من غير تاكيد. لو الكلب اللي عضك تابع لحد من الجيران او بيت قرايبك او حتى كلبك انت، ما ينفعش تقول ما هو كلب بيت ومتطعم وتعدي الموضوع كده وخلاص. ليه؟ لان بعض الكلاب حتى اللي متربيه في البيوت ممكن تكون مش متطعمه او طعامها منتهيه او جالها فيروس وهي ماشيه في الشارع. لازم تعرف من صاحب الكلب اخر مره الكلب خد فيها تطعيم ضد السعار كانت امتى، هل معاه شهاده تطعيم رسميه، هل الكلب تصرفه طبيعي في الايام الاخيره ولا كان عصبي، مش بياكل، بيلف حوالين نفسه. دي كلها علامات خطيره. لو اي اجابه كانت مش بتاكد او معرفش، يبقى تتعامل ان الكلب ممكن يكون خطر. حتى لو صاحب الكلب قالك اطمن، انت لازم تشوف ورق رسمي، اتاكد بنفسك. وفي كل الحالات لازم الدكتور هو اللي يقرر هل محتاج تطعيم ولا لا. طب لو الكلب كلبك انت، راجع كارت التطعيم فورا، شوف اخر مره خد فيها التطعيم ضد السعار. لو مر عليها اكتر من سنه غالبا محتاج تبدا كورس التطعيم لنفسك. ولازم تراقب الكلب كويس لمده 10 ايام على الاقل. حاجه مهمه جدا، السعار مش بيبان على طول، وفي بعض الاحيان الكلب بيكون لسه في فتره الحضانه ومش ظاهر عليه اي اعراض. لو مش متاكد ان الكلب متطعم يبقى مفيش حاجه اسمها خلاص هو كلب بيت، هنا ممكن يكون في خطر ما يتسكتش عليه. رابع حاجه لو الكلب كلب شوارع او مش معروف ما تتاخروش لحظه. هنا بقى مفيش مساحه لاي تاخير او تخمين، لان الكلب الضال مش معروف متطعم ولا لا، وسلوك الكلاب في الشوارع مش دايما واضح او مطمئن، وده بيخلي خطر السعار وارد بنسبه اكبر. طب تعمل ايه في الحاله دي؟ فورا بعد غسل الجرح توجه على طول لاقرب مستشفى حميات او مركز تطعيم، تطلب تطعيم ضد السعار، وده بيتاخد على مراحل. اليوم 0 وهو اليوم اللي اتعضيت فيه، واليوم الثالث والسابع وال14 وال28. غالبا كمان هتاخد حقنه تيتانوس لو مر وقت كبير على اخر تطعيم خدته. التطعيم ضد السعار ما ينفعش يتاخر، لان اول 24 ساعه بعد العضه هم الفاصل الحقيقي بين الوقايه والخطر. معلومه مهمه، فيروس السعار ملوش علاج بعد ما تبدا الاعراض، لكن لو اتلحقت بالتطعيم في الوقت الصح الحمايه بتكون فعاله بنسبه 100% ان شاء الله. خامس حاجه، راقب الجرح وما تطنش جسمك. حتى بعد ما تغسل الجرح وتاخد التطعيمات الموضوع ما انتهاش، في علامات لو ظهرت لازم ترجع للطبيب فورا، لانها ممكن تكون مؤشر على مضاعفات. تابع مكان العضه، هل الجرح بينتفخ اكتر، بقى لونه احمر، بنفسجي، طلع صديد، ريحته مش طبيعيه، في حراره او احساس بنبض في المكان، الجلد حواليه بيحمر او بيشد. راقب جسمك عموما، حاسس بتعب او سخونيه، في صداع، رعشه او
او دوخه، في الم في العضلات او الرقبه، حاسس انك مش طبيعي، كل دي علامات ممكن تشير الى عدوى بكتيريه، او في اسوأ الحالات ان الحاله تطورت وبتستدعي تدخل سريع. ومعلومه كتير بيغفلوا عنها، حتى لو الجرح خف من بره الفيروس ممكن يكون بدأ يشتغل من جوه، خصوصا في حالات السعار اللي بتقعد شهور من غير ما تظهر اي اعراض، لكن لما بتظهر بتبقى للاسف خطيره جدا. علشان كده لازم تكمل كورس التطعيم لاخر جرعه حتى لو حاسس انك خفيت. نقطه مهمه كمان، لو الكلب معروف والطبيب طلب مراقبته لمده 10 ايام، لازم تتاكد ان الكلب ما حصلوش اي تغيير في السلوك، ما ماتش، ما ظهرش عليه اي اعراض غريبه. ولو حصل حاجه في الكلب خلال فتره المراقبه ارجع للدكتور فورا حتى لو ما ظهرش عليك اي اعراض. التجاهل بعد ما الجرح يهدى هو اللي بيخلي المشكله ترجع فجاه وبتبقى اصعب. حاجات ما تعملهاش ابدا لو عض الكلب: ما تحطش ملح او ليمون او اي مواد مش معروفه. ناس كتير تقولك حط ملح بيحرق بس بينظف، او حط عليه خل، لكن المواد دي ممكن تسبب تهيج والتهاب وما بتقتلش الفيروس اصلا. استخدم مطهر طبي او صابون قوي تحت الميه، بس كده، ما تكتفيش بحقنه واحده وخلاص. لو الدكتور بدالك كورس تطعيم لازم تكمله لاخره حتى لو الجرح خف، وحتى لو الكلب طلع كويس، لان الوقايه هنا بتشتغل بتراكم الجرعات مش بواحده بس. اوقات التصرف الغلط اللي من حسن نيه بيكون هو اللي يفتح باب الخطر. انت هنا حرفيا بتراهن على حياتك. الوعي والغسيل السريع وزياره الطبيب هما خط الامان الحقيقي. لو حصل لك قبل كده موقف مشابه او شفت حد اتعض وما اتصرفش صح، شاركنا في الكومنتات عشان المعلومه توصل لحد تاني وتكون سبب في حمايته. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناه فلسوفه، واستناني في حلقه جديده من تعمل ايه، لان المعرفه مش بس بتطمنك، ساعات بتكون سبب في انك تحمي حياتك او حياه حد بتحبه.